ايه الاخبار؟ النهارده هنتكلم عن تغيير الزيت العربيه رينو لوجان، وهكلمك عن كل الحاجات اللي انا بستعملها في عربيتي، سواء اضافات او انواع الزيوت نفسها. بصراحه هو في اكتر من دول بكتير، تمام، بس انا مش هقدر احط كل ده فوق هنا. في اكتر من 3 او 4 كمان غير اللي عندي في البيت. انا من ساعة ما شركة بردال نزلت مصر، وبصراحة المنتج بتاعها اكتر منتج بحترمه. وبأمانة ال10 تلاف بيمشي 10 تلاف، ال5 تلاف بيمشي 5 تلاف. والدليل على كده عداد الكيلومتر عندي. انت لو متابع القناة عندي هتعرف ان انا وصلت ما يقارب 325 ألف كيلو. وده بسبب شغل الصراحة، ومش بسبب حاجة تاني. المهم، أنا الأول كنت بستعمل 10 40، وقبل ال10 40 كنت بستعمل الخمسة 45 تخليق بالكامل، اللي كان بيوصل معايا في الشتاء ل 12 ألف كيلو وتمام، ومفيش بخرة وبخرة قليلة. بس زي ما أنت هتشوف هوري لك صورة لمقياس الزيت ده، عشان برضه أوضح لك فيه حاجة. صديقي، أنت مش محتاج كل ما تلاقيه نزل شوية تزوده، تمام؟ مش محتاج ان هو يبقى هو كده. هو كده، ده المقاس، ده الشكل بتاعه. ماشي، لو نزل لهنا ما تزودهوش، نزل لهنا ما تزودهوش. اول ما يقرب من المينيمم زوده. انا في اوقات بمشي على المينيمم او اقل من المينيمم، المقياس نفسه ما بيبقاش عليه اثر زيت، تمام. فما تقلقش، انت ربع المسافة هي ربع كيلو، فهنا بنتكلم في كيلو كامل، مش اكتر. طول ما انت ما بتعلاش بسرعات عالية فوق ال120 وهكذا، ما تقلقش من اي حاجة، تمام. الدنيا هتبقى تمام معاك. اول حاجه، العربيه مش لازم لها حاجه معينه او مواصفه معينه الا في حاله واحده بس، وده بناء عن تجربتي انا في العربيه دي. والموتور ده الموتور الاوريجينال، ما عملتلوش اي عمرات، وحتى ما غيرت الشمبر ولا اي حاجه، الحمد لله. الحاجات اللي انا بستعملها في البدايات، ايام ما كان الموتور كويس والكبس بتاعه كويس وكل حاجه تمام، كنت بجيب ايزي اكسترا باور لوب، ماشي، منع احتكاك. كان بصراحه مأدي كويس جدا معايا، وصوت المكنه هادي جدا وكل حاجه تمام. بس كان بيتحرق مع الزيوت ال10000. زيت ال10000 كان بينزل لي ريحته، ما اقولكش عليها، صعبه. كان بيتحرق بسرعه جدا، بوصل لل7000 ويتحرق. مش عارف بقى ده كان ساعتها عيب زيت ولا عيب ايه، بس هو ده اللي كان بيحصل. انا دلوقتي كل 20 30 الف كيلو ممكن احط اكس زي اكسترا باور لوب، او الاضافه التربو بتاعت شركه بردال، عامله اضافه جميله جدا. هي برضو فيها نفس الخصائص وكويسه جدا، وبلاقيها انها ما بتتحرقش بنفس السرعه. هي مش معايا دلوقتي ومش هحطها دلوقتي، في فيديو تاني في غيار جاي باذن الله هنعمل. في الفيديو ده احنا هنغير الزيت، مش هنغير الفلتر. الفلتر المرة الجاية، عشان أنا كل 10000 كيلو بغيره، وبما إني بحط ال 15 50 بمشي عليه 5000 بس، فتمام على كده. حاجة كمان، لو عندك بخرة الزيت عالية والزيت بينقص، ما فيش أي مشكلة تطلع لل 15 50، ماشي، بعديها لل 20 50. بس بشرط، انت زي ما انت شايف انا بركن في جراج تحت الارض، درجة الحرارة فيه منتظمة صيف او شتاء. فانا ما عنديش حتة اسمه ايه ده، التدويرة الباردة بتاعت الصبح، تمام. فانا بدخل درجه حراره الجراج في الصيف ما يقارب 30، في الشتاء ما بتنزلش عن ال 25، ماشي. فمش هيفرق معايا انا. انت بقى في مكان اسقع بتوصل درجات الحراره فيه للصفر، يبقى غالبا مش هينفع معاك. نوصل بقى لباقي الخطوات اللي هنعملها. كل اللي عندك موضوع بسيط جدا. هتشيل المقياس، تفتح الغطا، تمام، وهنغير الزيت من تحت. وانا عشان تاخد بالك من الموضوع ده، انا مغير الطبة من الاوريجينال مرتين بسبب غلطات الصناعية بره. يا اما بيربط بزيادة، يا اما وهو بيفك فاكر نفسه، او هو بيفك الطبة عشان يغير زيت، فاكر ان هو كده بيفك، لكن في العكس هو بيربط.
فخلي بالك ماشي. وانت بتفك في الاتجاه ده كده، تمام. يعني هنفك اهو، هيبقى كده. لو ربطت كده ممكن تبوظ السن بتاع كارتيرة الزيت. فالمهم فك كده، الربط كده. وهوريك تركة عشان في كمية ناس مش لاقي حل للموضوع ده، بس انا حللها من بدري، واسف ان انا ما قلتهاش برضو من بدري. هتشوفها معايا في الفيديو. بص يا صديقي، اول حاجه انا عارف ان يبان صوت الموتور عالي وهو شغال، ولكن المايك بتاع الموبايل حساس جدا في الموضوع ده. ماشي. اول حاجه انا بحب اعملها، لان انا طبعا قبل ما بغير زيت بطلع امشي مشوار ماشي 10 دقايق 15 دقيقه كده وارجع تاني. فبتبقى العربيه ماسكه حراره وخلاص، يعني درجه حرارتها مظبوطه. فاحنا هنا ده كتاوة الحرارة، عايزين نوصل الاتنين دول اللي لونهم ذهبي مع بعض ماشي، عشان نشغل المروحة على سرعة أولى والعربية تبرد معانا. بس كده. هندخل نشوف ايه درجة الحرارة جوه. تمام. ودلوقتي 4 دقايق. نوقف الفيديو ونرجع تاني. طبعا ما كملناش دقيقتين وكانت الحرارة نزلت. دلوقتي نقدر نشتغل على العربية وهيبقى الموتور بارد برضه. طبعا كده شلنا التوصيلة اللي احنا عملناها، وهنركب الكتاوت مرة تانية، ولازم تتأكد انه راكب في مكانه صح. هنشيل مقاس الزيت ونحطه على جنب. خلي بالك عشان ما يتكسرش. انا دايما بحطه في نفس المكان ده عامة. وغطا الزيت. بص يا صديقي، اول حاجة هنجيب، انا قلت لك الطبة اللي عندي مش الطبة الاوريجينال ماشي. هنجيب اي مفتاح ده كده اتجاه الفتح. بص بقى يا مدير، دي من ضمن الحاجات اللي مخلياني اصلا اعمل الفيديو ده، وهي كون الطبة بتاعت الزيت عند اغلب الناس بتسرب زيت. طب انت شايف الرنج الاسود ده؟ ده اورنج بلاستيك، تمام. بيبقى بالاول بالشكل ده، زي الاورنج بتاع مواسير التكييف اللي في العربية ماشي. الاورنج ده هتركبه بمنتهى البساطة، وتربط تربط الصامولة. بس تسيب ايدك اول ما تلاقيه، حتى بص مش راضي يطلع من مكانه. المهم تسيب ايدك اول ما تلاقي ان خلاص اخره كده. ده ما ينفعش تقرط عليه بزياده، لو تقرط عليه بزياده بيشقق ويبوظ وهينزل لك هو زيت العربيه ماشي. الاورنج ده بيتباع في اي حته. خد الطبه بتاعتك ماشي وروح بيها. ده بقاله 5 غيارات زيت، ما يقارب 30,000 كيلو تقريبا. زي ما هو ماشي، وحالته كويسة جدا، وما غيرتوش من ساعتها. مش زي مثلا الاورنج بتاع الاورنج الالمونيا او النحاس اللي بيركب على الوردة، اللي برضو ما بيعملش حاجة لو انت عندك مشكلة في الطبة نفسها، او المسامير مهوية شوية فانت مش قادر تربط للاخر الكلام ده. الاورنج البلاستيك ده هيحل لك المشكلة دي نهائيا. ثواني اطلع اللي انا ركبته ده واجيلك. المهم ان انا جبت الاورنجات دي من اكتر من سنة. الواحد واقف عليا بنص جنيه تقريبا في رمسيس. اكتب اولسي مصر عندك هتلاقي اللوكيشن ظهر لك. هو بعد التحرير، قبل دخلة رمسيس، مترو رمسيس نفسها اللي هو مش فاكر اسمه دلوقتي، قبل المترو تمام، بتاعت محطة الشهداء. يعني قبل دخلتها كده يمين في يمين بتلاقي نفسك وصلت عند كل بتوع الألساهات. وده المكان اللي بشتري منه الألساهات بتاع الكرنك الأمامي والخلفي، والأمامي، والألسيه بتاع مواسير التكييف. فبنص جنيه أحسن ما تشتريه من حتة تانية وبيبقى مضروب. يعني ده مرن جدا، تمام. ثواني. مرن جدا، صعب حتى إن أنت تقطعه. في حاجات تانية بتبقى عاملة زي الأستيك، بتتقطع بسرعة.
وفي حاجات تانية بتبقى ناشفة أول ما تتلمس بتشقق. فاشتري حاجة موثوق منها وبرضه سعر قليل جدا. وزي ما انت شايف هو خلاص خد شكل الطبة وجميل جدا الصراحة ومش عامل أي مشكلة، والطبة ما بتفكش. الناس اللي هتخاف إن الطبة هتفك، بص انت أول ما توصل للدرجة دي كده تبقى شايفه واصل للدرجة دي، شايف الجوان، تروح لافف ربع لفة كمان بس، خلاص كده بس. بص بقى يا صديقي عشان ما اكدبش عليك، الجيركن ده فيه تجميعة غيارات الزيت اللي فاتت، لان ده جيركن 5 لتر وانا بحط 3 لتر وربع مع غيار الفلتر بتاع الزيت. ف2 لتر اتبقوا من هنا على 2 لتر الا اتبقوا من هنا، فباقي معانا 4 لتر هنغير بيها. الازازه دي زي ما هي كده تمام ماشي، هي ماسكه في مكانها، بس يفضل ان انت تمسكها زياده امان وبس. لسه فاضل لتر. كده يعتبر فاضل نص لتر. هنشوف بالمقياس. خلي بالك ان هو بيبقى ليه عدله تمام، لان هو بيبقى مقوس. احنا فعلا فاضل لنا نص لتر. كده فاضل ربع لتر. كده زي ما انت شايف احنا خلاص قربنا، بس انا مش هظبط المقاس غير بعد ما امشي بالعربيه شويه، لاني اقل تمام ازيد اوحش طبعا عشان ما يتاثرش او بخرة الزيت عندك تزيد يبقى فيه دخنه مش شكمان لو زدت عن العلامه دي تمام. بس لو زدت بحته حلوه يعني ما اكدبش عليك. فانا كده تمام، بكره الصبح هاجي اظبطها هوصلها عند العلامه بالظبط وبس على كده. شويه نصايح عشان تبقى عارفها. مش معنى ان الموتور ده بيستحمل الشقة يبقى انت تبقى مهمل فيه. في ناس ما بتغيرش فلتر البنزين غير كل 20,000 كيلو، وده طبعا غلط. فلتر البنزين مهم جدا، وعلى فكرة غياره سهل جدا وفكه وربطه سهل جدا. الغلطة اللي بيستعملوها بره وان هم بيقعدوا يحاولوا معاه ويقول لك لا اصل ده جنب الشكمان ومش عارف ايه والكلام ده، الكلام ده الغلط من عندهم هم. في الفيديو اللي جاي هتلاقي فيديو كامل عن الموضوع ده. انا حبيت اعمل الفيديو ده عشان اوريك الطبة بتاعت كارترية الزيت بس. فاتمنى ان كل حاجة تبقى تمام واشوفك بخير. اخر حاجة بقى ان احنا ندور العربية لمدة 5 دقايق من غير ما نتحرك، وده عشان الزيت الجديد يبقى ملا الموتور كله.